ازيكم يا اصحابي عاملين ايه؟ النهارده بقى هنعمل مع بعض الحواوشي الجبار اللي كل ما بنشوفه في الشارع طبعا نقول الله إيه الحواوشي اللي بالعجين دوت، واحنا مش هنعرف نقدر ان احنا نقدر نوصل المقادير بتاعته. بس عايزه اقول لكم على حاجه، ان مقاديره سهله جدا وبسيطه وموفره جدا. رغيف بره يا جماعه انا سالت عليه لقيته غالي قوي. يعني ليه الرغيف يعمل 25 وليه 30؟ طب ما انا هجيب نص كيلو لحمه مفرومه ونص كيلو دقيق وهعمل كميه انا واولادي ويعني بصوا هقول لكم هتاكلوا لما تتبسطوا. وحاجه بيتي كده انت عارفه انت حاطه ايه. شايفين بقى الشكل بتاعه ده؟ طبعا بالعجين، انا عملت طبعا بالدقيق مش بالعيش. وجربي معايا الوصفه دي هايله وهتعملي كميه جباره. طبعا هنا انا كنت مسويه كتير بس هم ما شاء الله كلوها كلها. حاولت بقى اخد لكم منهم حبه كده عشان اوريهم لكم. يلا بقى بينا نروح للوصفه بتاعتنا الجباره. هنا انا جبت نص كيلو دقيق، معلقه صغيره سكر ومعلقه صغيره ملح ومعلقه صغيره بيكنج باودر، وحطيت 3 معالق من الزيت. وابتديت بقى ان انا اجيب كوبايه ميه حلوه كده وابتدي بقى اعجني معاكي العجينه دي. لما تبقى معاكي العجينه تحس ان هي بتلزق شويه هتديكي مفعول جبار في الحواوشي. عايزه اقول لكم يا جماعه الوصفه دي جربوها، مش هتشتروا تاني حواوشي من الشارع. ومش هتقولي طبعا انا مش هعرف اعمله، لا هتقدري. وهنا جبت الميزان بقى عشان اعمل الكرات كلها قد بعضها. طبعا ايه يعني حاولي مثلا تعمليها 100 جرام، 90 جرام، 95 جرام. بتبقى هايله جدا. شايفين كام كوره اتعملت معايا؟ يعني حوالي 9 كور. وهنا بقى قطعت بصلايه وعليها فلفل، ونزلت بنص كيلو اللحمه المفرومه بتاعتي، وانزل بقى عليها ببطاطايه مهروسه كده، اسلقيها وهرسيها. وهنا بقى البهارات بتاعتك معلقه صغيره من 7 بهارات، فلفل اسود، بصل باودر وتوم باودر ومعلقه جنزبيل. كل بقى التوابل اللي عندك، بص فلفل احمر. حطي بقى اي توابل موجوده عندك، توابل الحواوشي بتديها طعم جبار. سبت العجينه بتاعتي ترتاح 10 دقايق وابتديت بقى على الرخامه بتاعتي كده وافردها. واخد بقى معايا كوره من اللحمه. انا عملت اللحمه بتاعتي قد العجين بتاعي، يعني الميزان بتاع اللحمه قد العجين. حتى لو ما عندكيش ميزان ممكن تعمليهم بايدك كده، تبقي بالكوره كده عارفه الدنيا ماشيه ازاي. وابتديت بقى ان انا اطبقها بالشكل ده. شايفين؟ اهم حاجه تتقفل كويس عشان اللحمه ما تطلعش من جوه، وطريه جدا والطعم بتاعها جبار. جربوا مش هتشتروا تاني بقى الحواوشي اللي في الشارع ده. عايزه تحطي جبنه موتزاريلا مش متاحه خلاص مفيش مشكله. انا هنا ما عملتش بالجبنه الموتزاريلا، انا قفلته بالشكل ده. ابتديت بقى ان انا افرده كويس، والعجينه لازم ترتاح معاكي كويس. وتقفلي بقى الحواوشي بتاعك كويس قوي بحيث ان ما يكونش فيه اي فتحات تطلع معاكي اللحمه المفرومه. وتبتدي بقى انك تبططيها بايدك كده، بتطلع هايله وجباره وبيتنفخ بقى جوه الفرن كده وانتي بتسويه حاجه كده يعني جباره. شويه زيت بقى وعصاجه بتاعه الفرن وابتدي دخليها واعملي لها كده اخرام معاكي بالشوكه زي ما انت شايفه معايا بالظبط. وهنا طبعا بقى كنت خلاص خلصته. عمل معايا يا جماعه 9 ترغيفه. طبعا احنا لو حاولنا ان احنا نقول ال9 ترغيفه مثلا لو في 20 جنيه، شوفي تكلفتهم هتبقى كام عليكي واحسبيها كويس. وانت اكيد عارفه انك هتكوني ان انت موفره. ولو انت بتتابعي معايا الفيديو لغايه هنا ما تبخليش عليا بلايك حلو بقى كده منك، واشتراك في القناه بتاعتي لو عجبكم الفيديو.